السلام عليكم. فاكرين الصابليه الجميل ده؟ هل تتخيلوا اننا هنعمل التارت بالفخامه دي من نفس عجينه الصابليه؟ وكمان هعلمك ازاي تشكليه باسهل طريقه هتشوفيها للتارت. طيب ما تيجوا نسترجع العجينه مع بعض. اول حاجه هبتدي ان انا احط الزبده بتاعتي وعليها السكر البودره وعليهم بديل دقيق الكيك. هبتدي ان انا ادخل كل ده مع بعضه عن طريق اليد فقط، مش محتاجه اكتر من كده، لغايه لما عجينتي توصل للمنظر اللي حضرتك شايفاه، عجينه عامله زي الرمل مفتفته. ولكن لما هاجي امسك شويه من العجينه واضغطهم كده في بعض هيبقوا بالشكل ده. شايفين شكلها من قريب؟ في المرحله دي هبتدي ان انا اغطي العجينه بتاعتي عشان ما تنشفش مني، وهطلع فقط الجزء اللي انا هشتغل فيه هحطه على ورق زبده، وهغطيه كمان بقطعه ورق زبده تانية، وهبتدي ان انا بفرده لغايه سمك مش رفيع قوي ومش تخين قوي، تقريبا كده نص عقله الصباع. بعد لما بتاكد ان هو وصل للسمك اللي انا عاوزاه بمشي بالنشابه اللي شبه العجله عشان خاطر اساوي السطح بتاعه كويس قوي. تركايه بقى سريعه عشان اشكل التارت باسهل طريقه ممكنه، ان انا هجيب كل قوالب التارت وهبتدي ان انا اغرسها في العجينه بتاعتي بالمنظر اللي حضرتك شايفاه، وبعدين هبتدي ان انا احرك قالب التارت يمين وشمال لغايه لما اتاكد انه فاصل عن باقي العجين، وبالايد الشمال او الايد اللي حضرتك مش بتستخدميها من تحت ورقه الزبده بزق، وبالايد التانيه بحاول ان انا اسلك التارت بتاعي، وبالشكل ده طلع بمنتهى السهوله. وبعدين هنبتدي ان احنا نضغط الوسط بتاعه او القاعده بتاعه التارت بتاعي كويس جدا، لان طبعا العجينه بتاعتي بتكبر في الفرن. وبعد لما اتاكد ان القاعده بتاعتي اتشكلت بالطريقه اللي انا عاوزاها ببتدي كمان امشي على الجوانب بتاعته عشان تاخد الشكل الفستونات المميز ده بتاع التارت. شايفين بقى شكلها جميل ازاي وبمنتهى السهوله اللي في الدنيا. هبتدي بقى ان انا اعمل كل التارت بتاعي بنفس الطريقه، وقبل لما يدخل الفرن لازم استخدم الشوكه عشان اعمل القاعده بالمنظر ده كده، وبدخلها على فرن مسخن مسبقا على 180 درجه مئويه. بواقي العجين اللي بتتبقى مني مش بعجنها تاني، امال بعمل فيها ايه؟ زي ما حضرتك شايفه معايا، بس بجمعها على بعضها واعيد تشكيلها لغايه لما عجينتي تخلص تماما. شايفين بقى شكله جميل ازاي؟ هسيبه طبعا يبرد تماما، ولما يبرد هتلاقيه بيخرج من القالب بمنتهى السهوله. وطبعا الحشوات بقى هنا يعني حدث ولا حرج، كتير جدا وافكارها كتير. انا في الحقيقه في الفيديو ده استخدمت حشوات جاهزه، على الرغم ان احنا ممكن نعمل نفس الحشوات دي في البيت. اول فكره كانت النوتيلا وحطيت من فوق البندق المجروش، وتاني فكره كانت مربى الحليب وحطيت فستق مجروش ناعم. واستمتعي باحلى تارت هتدوقيه في حياتك.